السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض طواجن المكرونه باللحمه المفرومه اللي هي زي بتكون موجوده في المحلات بتاعه الكشري. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، ومش هخليكي تشتريها من بره تاني، وبتكون انضف طبعا واحلى واوفر وارخص. يلا نعملها مع بعض. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه، اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه، عشان يجيلك كل جديد. بصوا انا عملت هنا طاجنين. الطاجن الاولاني يعني نزل مظبوط، والتاني يعني مفيش مشكلة. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. هنبتدي الاول بالصلصة. عندي هنا حلة على النار فيها زيت، وهنزل بفصين توم. ما تكتريش فيها توم، عشان في ناس بتعمل الطماطم دي من غير توم اصلا، بس انا بعملها توم بيديها ريحة حلوة وطعم جميل. الطريقة دي زي المحلات بالظبط. هنحمر التومة كده معانا، ومعانا نص كيلو طماطم، على حسب بقى الكمية اللي انت هتعمليها. انا هعمل نص كيلو مكرونة على ربع كيلو لحمة مفرومة. وهنزل عندي بالطماطم، مش هسبكها، يا دوب تاخد غلوتين كده بس. انا محتاجاها بس تاخد غلوتين وتكون جاهزة معايا. تمام. هنزل عندي بقى هنا بالتوابل بتاعتها: ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة وسبع بهارات وكمون. دي البهارات: ملح، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، سبع بهارات، كمون. دي البهارات بتاعت الصلصة عندي. بمجرد ما الصلصه دي عندك تستوي، يعني تغلي غلوه وريحه تطلع، هتحسي ان انت موجوده في محل كشري. اه والله الحته بتبقى جميله وماليه البيت. يلا بقى نعصج اللحمه المفرومه مع بعض. عندي هنا بصلايه كبيره، مبشوره او مفرومه في الكبه. وعندي هنا ربع كيلو لحمه مفرومه. وعندي فصين توم ونص فلفل حراق. وعندي فلفل اسمر وسبع بهارات وقرفه. تمام، بهارات فلفل وسبع بهارات وقرفه، وسبع بهارات وقرفة. عندي هنا زيت في الطاسة، ونزلت بيه بالبصلاية. هستنى ان هي تدبل بس معايا كده. اول ما تدبل معايا هنزل بفصين التوم، وبنص الفل، بس نص القرن الفلفل الحامي. مش حابة حامي حطي بارد، هو بيديها ريحة حلوة، انا دايما اقول لك كده حطي في العصاج. هنزل عندي هنا بالبهارات: الفلفل والقرفة والسبع بهارات. هنزل بيها كده على البصل. في اللحظة دي بتدي ريحة خطيرة، بتقلب البيت كله. تمام. هنزل هنا عندي بالبهارات: قرفة وسبع بهارات وفلفل اسمر. نزلت بيهم على البصل المفروم، وعليه بعد يعني ما يدبل كده ويتشوح معايا، نزلت عليه بفصين التوم وبالفلفل الاخضر. وبعد كده نزلت عليه بالبهارات اللي هي فلفل اسمر، سبع بهارات، قرفة. لسه محطتش الملح. وبعد كده هنزل عندي باللحمة المفرومة اللي هي ربع كيلو لحمة مفرومة. وبعد كده بقى هبتدي اديها الملح بتاعها، الملح حسب الرغبة. ماشي. اقلبها معايا. هنا عندي المكرونة اهي بقى، الصلصة هنا بوريها لك، هي لسه يدوب كده اول غلوة، يدوب بس الطماطم لونها بس بيتغير. وبعد كده طبعا عندي كده العصاج. عندي هنا مية المكرونة على النار، حاطة فيها ملح وزيت. تمام. هنا عندي خلاص اللحمة اتعصجت معايا بعد ما ريحتها طلعت الجميلة دي. المكرونة عندي كده خلاص اهي. بصوا بعد ما لونها اتغير كده وريحة التوابل منها طلعت اللي انا حطيتها، هطفي عليها. تمام. هنا في ناس بتحط المكرونة على النار، وفي ناس بتحطها في الطواجن وهي نية. انا بقى بمسك العصاية من النص، ولا بسلقها ولا بحطها نية. بحب كده اضمن الصراحة، بعملها كده على طول وبتطلع جميلة. بحطها يا دوب بتاخد بس يعني اول ما المية تغلي كده. المكرونة حتى بطلعها من المية ناشفة، بتبقى لسه ناشفة. هوريها لك دلوقتي بتبقى عاملة ازاي. بس ببقى ضامنة ان هي تستوي معايا اسرع كمان. عايزه تجربيها بان هي تبقى المكرونه نيه وتحطيها على طول في الطواجن، مفيش مشكله. انا كده خلاص اديت معايا المكرونه الصلصه غلوه. بصوا بوريكم المكرونه عامله ازاي، ما بتتكسرش، بتجري من كتر ما هي لسه اصلا ما استوتش. بصوا عامله ازاي. بصوا عامله ازاي. انا عايزه اقول لكم المكرونه دي في اللحظه دي عشان اوريها لكم عامله ازاي، وقعت مني كتير كتير كتير.
كنت عايزه اوريها لكم درجه السوا بتاعتها بتبقى عامله ازاي، بس انتوا اكيد فاهميني يعني. بصوا حتى المكرونه تحسوها كانها لسه نيه، هي يا دوب كانها كده اتشربت جزء من الميه بس وخلاص. تمام. عندي هنا طواجن اللي هي البرايم، لو عايز تعمليها، وعندك اللي هو الطاجن البايركس. انا كنت بعمل فيه الاول، بس الكميه ما كان يعني ما كانتش بتبقى مظبوطه، فكنت بعمل، حبيت ان انا اعمل الطواجن اكتر. هو الصراحه طعمه في الطواجن بيبقى احلى. ويا سلام بقى لو عندك الطواجن الصغيره دي، بيبقى طعم، بصي كل واحد كده يبقى معاه الطبق بتاعه او الطاجن بتاعه، تقلبه له فيه، بيبقى جميل جدا الصراحه. كده عندي الطواجن انا دهنتها بالزيت والفرشه كده مع بعض. او بصوا ده الطاجن اللي انا بوريه لكم الصغير ده، الحجم الصغير ده. لو عندك من ده اعملي بالكميات، ان كل شخص يبقى ليه طاجن من دوت. بس انا الصراحه ما عنديش غير الطاجن الصغير ده واحد بس منه. انزلي بقى بشويه زيت كتير كده عندك في البريم، عشان لما تيجي تقلبيه ينزل معاكي على طول، يعني يبقى شكله كويس. تمام. هدهن كده عندي الطواجن بالزيت، وهقسم الكميه بتاعه اللحمه المفرومه دي على طاجنين. هحطها كده في قعر الطاجن. تمام. وهقسم الكميه وانزل بيها كده واضغطها شويه بالمعلقه عشان خاطر تبقى متماسكه مع بعضها. تمام. كده حطيت نص الكميه هنا في الطاجن ده، هنزل بنص الكميه التانية في الطاجن التاني. في طواجن كده بتتباع عند الناس اللي هي بتاعت الادوات المنزليه، المحلات دي بتبقى طواجن ألمونيا كده، بتبقى مخصصه للحاجات دي. هما دي اللي المحلات بتاعت الكشري بتجيبها. فلو متاحه وتعرفي تجيبيها جيبيها برضو، بتخلي الطعم كويس. لو مفيش، الموجود اكيد كلنا عندنا الطاجن دي في البيت، محدش ما عندوش الطاجن دي في البيت. هقسم المكرونه، ده كان نص كيلو مكرونه، هقسمه على الطاجنين. هو النص كيلو يا دوب بيكفي الطاجنين. بعمل عليه ربع مفروم، وبعمل عليه نص كيلو طماطم. تمام. عفوا. هنا انا بسيب برضو جزء، لان المكرونه عندي كده لسه مستوتش اصلا، فبسيب عندي هنا كده جزء، وعلشان خاطر لما تستوي هتطلع لحد فوق، هتشوفيها كده هتبقى عامله ازاي. تمام. انا كده قسمت المكرونه على الطاجنين بتساوي. لو حابه بقى تكتري الكميه، ضعفي بقى الكميه واعملي طاجن تاني كده على حسب العدد يعني. هنا الصلصه حاول لما انزل بيها تكون لسه سخنه، علشان خاطر لما احطها في الفرن يعني تعمل معايا على طول، تشيل معايا على طول. انا عندي الفرن طبعا متسخن على درجه حراره 180 او 200. هحطها في الرف الاوسط. هنزل بقى عندي هنا كده بالصلصه. هوريكي السمك بتاع الميه لازم يكون موجود لحد فين. تمام كده. هنا كده معايا، هحط نص الكميه في الطاجن ده ونص الكميه في الطاجن التاني، وافضل اهز فيها كده عشان خاطر الصلصه تنزل عندي لحد تحت. وكده كده اكيد هنكمله تاني ميه سخنه، يعني مش شرط، مش لازم اصلا يبقى كله طماطم، لان هيبقى فيه اعتماد من ان المكرونه تستوي على جزء من الميه السخنه اللي انا هحطها. هسخن ميه عندي كده عشان هكمل بيها. بصوا افضل اهز في البريم كده عشان اضمن ان الصلصه كلها نزلت، تبقى موجوده ما بين المكرونه كلها وبعضها كده، عشان لما اجي اكل منها تبقى الصلصه موجوده في كل حته. بصوا كده لسه هي محتاجه تاني، لازم الجزء ده الصلصه تكون بتبان فيه وانا بقلبها. بصوا كده لسه مفيش حاجه عندي بتبان، لسه السائل اللي عندي لسه مش كفايه ان هو يسوي معايا المكرونه. تمام. هديها تاني لسه. بصوا هوريكم تاني، هفضل ورا يعني ورا الموضوع لحد ما اوريكم كميه الميه بتبقى فين، عشان لا تبقى زياده ولا تبقى قليله ان المكرونه تطلع نيه. بصوا. بصوا لسه محتاجه شويه كمان، لسه محتاجه شويه ميه كمان. هسخن شويه ميه وهحطهم. بصوا هنا لسه برضو شويه، لان انا طبعا المكرونه عندي هنا تعتبر زي كانها ما استوتش، يعني اصبح ان انا حتى برضو لما اجي احط، لو انت هتحطي المكرونه نيه هزود شويه ميه زياده عن اللي انا هحطهم دلوقتي. بصوا هنا عندي ميه سخنه، حطيتها كده في نفس الحله بتاعت الصلصه، وهنزل بيها عليها. هتحتاج حاجه بسيطه، يعني ممكن تحتاج نص كوبايه
في الطاجن ده ونص كوبايه في الطاجن ده بعد نص كيلو الطماطم يعني. تمام. جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم قوي يعني، لو جربتوها مش هتبطلوا تعمل، سهله ويعني مش موفره شويه الى حد ما يعني بالنسبه للغلاء اللي احنا فيه ده. ربع كيلو مكرونه يعني مع ربع كيلو لحمه مفرومه مع نص كيلو مكرونه ونص كيلو طماطم. الوجبه دي تكفي ممكن 4 اشخاص يعني. تمام. بصوا كده انا هفضل اوريكم المستوى بتاع الميه لازم يبقى موجود لحد فين او السائل عندي علشان خاطر تطلع مظبوطه. تمام. انا كده خلاص عملت كده زي ما قلت لكم ان الميه تبقى قبل ما تبان على المكرونه لفوق. هنا لو انا عندي ورق فويل هلف الطواجن بيه، بس انا الصراحه الوقت ده ما كانش عندي ورق فويل، فانا استعملت الاطباق اللي هي الستانلس ديت وغطيتها بيه. تمام. وانا في الاخر قلبتها على وشها يعني عشان خاطر تخلي الطاجن عندي مقفول ان هو يعرق كده ويعمل ويستوي معايا يعني كويس. تمام. هي دخلت الفرن قعدت بالظبط نص ساعة، نص ساعة و5 دقايق بالكتير جدا في رف أوسط على درجة حرارة 180. ولعت تحت بس مش هحتاج طبعا أولع الشواية، لازم تكون على رف أوسط علشان خاطر تستوي كويس. بصوا هوريكم، بصوا مستوية وجميلة ازاي. تحفة تحفة تحفة. أنا كده كمان غيبت عليها 5 دقايق زيادة يعني مكانش المفروض أغيب عليها 5 دقايق زيادة دول، بس طلعت معايا جميلة وطعمها تحفة الصراحة، حتة بتقلب البيت يعني. بصوا الجمال. جربوها بجد هتعجبكم، طعمها جميل جدا، وهو تغيير برضو في الاكل يعني حاجه مختلفه. بصوا دي فشلت معايا في ان هي تبقى نازله كده، بس مفيش مشكله اتاكلت يعني. يلا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في قناتي وفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. بصوا جمال. بصوا جمال، مستويه وجميله بجد، الف هنا.